ماسكة في شو سكر في جرو. ازيكم؟ كيف انكم؟ عاملين ايه؟ مين اللي بيقول كده يا ولاد؟ معانا احمد تايسون اهو يا جماعة. بقاله سنة، من سنة والله كان عايز يسجل معايا، يا دوبك ربنا اراد يعني ان هو يجي ايه، يعني يقعد معايا ويسجل وكده، وبيسألني العجينة دي عبارة عن ايه. طبعا انا بقول له طبعا ايه، لبن بودرة ومية وملح ودقيق بلدي اهو يا ولاد. هنعرف. والله هو شرفني، ربنا يكرمه. اتفرجوا بقى يا ولاد. ده بيتعمل ازاي اصلا؟ دي العجينه بتاعته صح؟ ده العجينة مية واسمه ده، حطيت حبة كربوناتة بسيطة، وحطيت لبن اسمه ده بودرة، لبن بودرة. حطيت معلقة، يعني ممكن يعني من غير اسمه ده كمان يتعمل اسمه ايه، لبن يعني. ممكن عادي بالمية. طب ايه اللي بيتعمل بدي الذره ودي القمح؟ اللي هو الكسبه صح؟ لا، ممكن يعني في ناس بيعملوا بيه، بس دي اصلا البلد اللي يعني دي البلد اللي ماشيه عندنا اكتر حاجه. لا، مش ما بنعملش بدقيق ذره. ده الجرجر بتاعنا بتاع البلد. ايوه. بس البلد بقى الدوكة الحديد الكبير ده. ايوه. او الدوكة الطين. الطين دلوقتي قريب كنت هناك بقى، قعدوني انا بقى في الدوكة اعمل انت بقى العيش اللي اسمه ده، وصورت والله بتطلع حلوة يعني، غير الحديد اسمه ايه دي جرانيت تقريبا. بتبقى احسن بتاع التين. ده بقى العيش بتاع زمان بتاع التين ده شد ده شد. العيش ده الصراحة بيبقى خفيف للمعدة وحلو يعني الصراحة. عودت بقى العيال الصغيرة دي. عندي رامي ومصطفى وكده ما بيحبوش العيش ما بيحبوش الشد. لا الشد عادي بحب، ممكن ما احبش أوي العيش الشمسي. الشمسي تقيل تقيل، لكن ده حلو. لكن بعد الطازة ما خلاص ما تقدرش تاكل. لا ما بيحبوش الكامل يعني. بالعسل ليه؟ كبد بالعسل بنحب. بالعسل. باللبن بقى عندي احمد بيحب باللبن، الاول ما كانش بياكل خالص، دلوقتي لما اعمله باللبن. مديد ولا كبد؟ كبد باللبن. بص بيشبشب. ايوه. اسمه شبشاب. شبشاب يعني بيطلع ايه، بص. عامله بقى ايه، الدر. ايوه الدر واسمه ايه ده، باميه. واعمل لك كورتات، عارف كورتات؟ الويكا؟ لا، الكورتات بقى ايه، عباره عن سبانخ وخضره. نفركها ونحط عليه عيش عادي. بس ايوه. تبقى جميله بقى. احنا بقى اصحابنا انا واصحابي وكده تملي بنتلم كده ونروح نعمل كورتات. يمكن في القناه عملتها ده يمكن 10 مرات. بنحب الاكلات البلدي ده. من اشهر الاكلات البلدي بتاعت النوبة اساسا. والله اكلاتنا حلوه، فتت قوطه يعني. وصحي كمان على فكرة، يعني سبحان انا الله. رجعت الحاجات دي، قلت ايه، البنات الصغيره مثلا اللي متجوزين يا دوبك بيقعدوا يتخانقوا مع رجالتهم، عايزين فلوس مثلا، ما فيش فلوس يقدموا اي حاجه زي دي كده مثلا. يعني لو عندك دقيق ممكن تعمل فتة لبن. ايوه اي حاجه ممكن تعمل لو ما عندكش حتى دقيق تعمل فتة فوطة. ورحت عامله والله البنات كلهم بيكلموني يقولوا لي احنا بنعمل زيك بالظبط. عشان سبته شويه خبرت شويه. خبرت. بص بيعمل بقى، بنفرح بقى لما يعمل الشبشاب ده. نقول كعب الشبشاب.
يعني ايه شبشب ده؟ الخروم ده بيقولوا عليه شبشب، بالروتان يعني شبشب. بالروتان يعني ايه ده؟ يعني فتحات يعني؟ فتحات فقاعات. اخويا الله يرحمه كان يقعد يضحك عليا، يقول لي انت قعدت في مصر اكتر ما قعدت في البلد والعربي بتاعك مكسره. قلت له طيب اعمل ايه كويس ان انا بتكلم عربي. الاول ما كناش بنعرف نتكلم عربي خالص، كنت بخاف اللي وانا صغيره كله روتان مفيش مصر. والله كنت وانا صغيره لا ما يعرفش، للأسف. ما يعرف. افهم بس شويه حلوين كده بس اترجم، عارف انت. لسبب انت مادام مولود في القاهره وعشت في القاهره صعب ان انت لا بس معاك الوالده. لا برضه اصل تلاقي فاهم صعب. لكن لو انت قاعد بقى مثلا في البلد او متربي في البلد، لا غصب عنك هتلاقي نفسك دلوقتي في البلد بيتكلموا مصري، ما يتكلموش بس والله حتى في المدارس ممنوع يتكلموا نوبي جوه المدارس، ممنوع. كان بيشرحوا لنا مع ان زمان كان عادي المدرس يشرح بالروتان للعيال وهتفهم عادي مفيش مشكله. احنا في المدارس كمان كان يعملوا لنا واحنا صغيرين اسمه ده قصب ولا معرفش غوط كده، ورقوا وتصلوا كمسوا. ده يبقى اتعلم العربي ازاي؟ ده دلوقتي ايوه صح. ده دلوقتي بيكلموا ايه العيال الصغيره ما شاء الله برمنت في العربي في النوبه. اهو يا جماعه بقى طبعا ايه عملت قطر بقى بالثلج والخضره اهو، والباميه ويكا، عملت ويكا، وكان في سبانخ كنت عامله ومحضره بس نسيت والله اعمله. اهو يا ولاد اتكا سفركوا ده اجنارو يا اجناريني. بعد ما اكلنا بقى وكده اهو بيتكلم معايا بقى وبيسالني يا جماعه اهو تسمعوا بقى بيسالني ايه. طبعا ايه والله هو شرفنا وراجل محترم، ربنا يكرمه يا رب ويكرمكم يا رب العالمين. البداية جت منين بقى؟ البداية أنا ابتديت من أيام الكورونا، فأنا كنت بعمل العيش بالخلاط، بنقع رغيف يعني في مية سخنة، بعملها بالخلاط وبحط دقيق أبيض، وكنت بعمل يعني بيبقى زي العيش البلدي. كنت عايزة بقى أفهم الناس دي، يعني أفهمهم كده. لغاية دلوقتي أنا بحط العيش ويقولوا لي أنت جايبة الدقيق البلدي منين؟ يعني أنا عاملة في القناة أول حاجة عملتها العيش، عملت الكابت بالعيش، فابتدى من كده يعني. وبالنسبة بقى للأكلات التراثية بعمل سبانخ بالخضرة طبعا مع البامية المطحونة جميلة قوي. ايه رأيك في السلق بقى؟ السلق والخضرة برضو بعمل بيها، فقلت يعني اعمل ايه اكلاتنا النوبية البنات يخشوا يعني ايه يعرفوا احنا كنا بناكل ايه زمان. بصراحة تملي انا بعمل الاكلات النوبية لدرجة البنت الصغيرين حبوها يعني. طب وعملتيها ليه؟ عشان خاطر مثلا؟ عشان الناس يتعلموا، الدنيا غالية وحاجتنا رخيصة جدا، يعني ممكن يجيبوا حزمتين اسمه ده خضرة ويعملوا زي الملوخية كده، ويعملوا شوية رز ويأكلوا العيال. يعني شوف حاجات رخيصة جدا. كمان نعمل النوبية يخشوا بقى ياخدوا الأكلات النوبية بتاعتنا، والناس كلها يعرفوا ان النوبيين ليهم ايه عاداتهم وتقاليدهم. والله في مصريين بيقولوا لي احنا بنعمل زيك بالظبط. ولا الحلبة الخضراء لما عملتها دكتور دخل قال لي ده بص مفيش بعد كده. الحلبة الخضراء عملتها بالدقيق كانت جميلة ومغذية، يعني المصريين بياكلوها كده ما بيعملوش زي ما احنا بنعمل. كل ده كان هيتنسي، يعني كل الاكلات اللي انا بعملها في اكلات الغرام النوبيه كله كان هيتنسي. لكن دلوقتي الناس كلها ولا عملتها باللبن والبيض دلوقتي جايب عاملاها جت 12,000. يعني حاجاتنا رخيصه يعني. نظرة ايه بقى من كل الشباب اللي قادم او البنات بناتنا يعني وجه لهم رساله ولا ما ينسوش والله ما ينسوش اكلاتنا النوبيه، يعني مش ضروري
فين وفين يعملوا ويوروا عيالهم ما يتنسيش الاكلات دي، لان الاكلات دي حاجه الصراحه تراثيه حلوه يعني، أوروبية جميله. طيب عايزك تكتب لنا بقى الروتون بتاعك. بيجاباني أمينة يا دي ملكة باريس، يعني أقول إيه أنا كده قلت كل حاجة. والله أنت شرفتنا بصراحة. أستاذ أحمد شو بتقول من يمكن سنة ولا سنتين كيري ودينا هي دينين هالسبب هان بعد شوية مش عارفة إيه نبينه كمان عشان هو ما يفهمش هو ما بيفهمش. Elena وإلى نوري سهلوني إلين دكتور الصراحة ربنا يكرمك. بقول كان عاوز يجي من سنة صح ولا غلط؟ ايوه فسنة ولا سنتين معانا؟ لا سنة. سنة؟ أهو ربنا يكرمك يا رب ويسعدك وربنا يوفقك ان شاء وأنت الله. إنسان كويس ربنا يا رب تربيتنا ربنا ويا رب يخليك ان أنت شاء ابني الله والله. الله يعزك يا رب الله دايما يكرمك موفقة باذن الله. الله يخليك. أفيلكم يعني مع السلامة. سكر فيه يعني إيه؟ يعني سكر فيه؟ يعني ده برضه. لا عامل إيه؟ عامل ايه؟ لا سكر فيه. إيه ربنا يخليك. نورو نكرم يوسف. الله يعزك الله يعزك. نورو نكرم يوسف وربنا يكرمك ويكرم الناس كلها والله. كل اللي في صفحتك ناس كويسين جدا ربنا يكرمهم ويسعدهم يا رب العالمين. عافية.